عاجل: بدء تطبيق وقف إعفاءات الهواتف المستوردة، خطوة حاسمة لضبط السوق. الخبر ده مهم جدا. الحكومة المصرية بدأت تطبيق قرار وقف إعفاء الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج، ودي خطوة كبيرة جدا في تنظيم سوق الموبايلات في مصر. وقبل ما أكمل تفاصيل الخبر هقول لك أنا وجهة نظري، أو هشرح لك بالبلدي كده. الأول كنت أنت شغال بره، كان من حقك إنك تنزل بهاتف كل سنتين. حاليا دلوقتي مثلا لو أنت شغال بره أو عايش بره وبتشتغل وعندك أولاد في المدارس هنا في الجامعة في الثانوي، وعايز وأنت جاي تجيب لكل واحد فيهم تليفون عشان يتبسط بيه قدام زمايله، عشان يمسكه في إيده، دلوقتي أي تليفون هتنزل بيه سواء اللي في إيدك أو اللي أنت جايبه لأولادك هتدفع عليه جمارك. طيب يعني إيه الكلام ده؟ باختصار، الزمن اللي الناس كانت بتجيب فيه موبايلات من بره من غير دفع جمارك او رسوم خلاص انتهى رسميا. القرار بدأ يتطبق من النهارده الاربع 21 يناير 2026، وده بيعتبر نقطة تحول حاسمة لضبط السوق وتقليل التهريب اللي كان بيأثر جامد على الاقتصاد المحلي وعلى الصناعة المصرية. المهم ان القرار يتخذ فجأة عشان الناس ما تلحقش تبعت تليفونات. وانا شايف من وجهة نظري برضو الشخصية ان الخطوة دي مش خطوة عملية جدا، وتفكير مش منطقي خالص. صحيح انت بتشجع المنتج المصري، بس هل انت بتصنع هنا كل الهواتف الغالية اللي الناس بتجيبها من بره؟ هل انت بتصنع هنا الايفون؟ انا عايز اشيل ايفون زي ما كل بلاد العالم بتشتريه بسعره الحقيقي. انا ليه ادفع على الايفون اللي مثلا سعره 70,000 اجيبه ب 120,000 وانا جاي من بره؟ ليه بتعمل معايا كده؟ خصوصا ان المصريين المغتربين دول بيدعموا الدولة بالعملة الصعبة. يعني في عام 2025 37 مليار دولار عملة صعبة من المصريين العاملين بالخارج. انا امبارح سمعت ان بعض المصريين مفعلين هاشتاج ان هم هيمنعوا التحويلات لمدة 3 شهور، ودي حاجة بتضر باقتصاد البلد. ولازم البلد هي كمان زي ما بتستفيد من المغترب تفكر في مصلحته ومصلحة ولاده اللي عايشين هنا من غيره. خلي بالكم ان المغترب اذا كان بيجيب فلوس فهو بيضيع مقابل الفلوس دي حاجات تانية كتير جدا في تربية أولاده. ممكن يطلعوا لا قدر الله منحرفين، الأم لوحدها مش ممكن تكون مش قادرة تربي عيالها. هنشوف الحكومة قالت إيه، قالت ليه خدوا القرار ده. السبب إن سوق الهواتف المحمولة قبل كده كان فيه تهريب كبير جدا من بره. قالوا إن نسبة الموبايلات اللي بتدخل بشكل غير نظامي كانت حوالي 90% في السنوات اللي فاتت، وده كان بيضيع أموال كتير من خزينة الدولة. ويمكن الأجهزة غير المطابقة للوصفات وسريعة الانتشار. طيب إيه اللي هيتغير دلوقتي؟ قرار وقف الإعفاء الاستثنائي، يعني أي موبايل جاي من بره دلوقتي لازم يدفع الجمارك والرسوم كاملة من غير أي استثناءات غير محددة زمنيا. الحكومة ناوية من القرار ده إن هي توقف التحايل على القانون وتخلي اللي عايز يدخل أجهزة للسوق ملتزم بالقواعد القانونية. الدولة بتقول إيه؟ إنهاء الإعفاء ده بيصب في مصلحة الدولة والمواطن والشركات اللي بتشتغل في مصر، لأنه هيحد من المنافسة غير العادلة بين الأجهزة المهربة والمحلية. كمان خطوة زي دي بتشجع الصناعة المحلية للهواتف المحمولة، لأن المنافسة هتكون أكتر عدل. طيب مين المستفيد؟ أول المستفيدين هم الناس اللي بتشتغل في المصانع اللي بتنتج الهواتف المحمولة داخل مصر، لأنه بيديهم فرصة أكبر عشان المنتجات المحلية تكسب السوق. كمان الدولة بتستفيد لأنها هتقلل التهريب وتحصل رسوم أكتر بتخدم الاقتصاد العام. الخلاصة، إعفاء الهواتف اللي كان بيتم قبل كده خلاص اتلغى رسميا. القرار أعلن والتطبيق من النهارده 21 يناير 2026. الخطوة دي جزء مهم من تنظيم السوق وتشجيع الصناعة المحلية وتقليل التهريب. سواء متفق أو مختلف، قول لي رأيك في التعليقات.